دول مجلس التعاون الخليجي سحب سفرائها من دمشق، وطلبت من سفراء سوريا لديها مغادرة البلاد. في غضون ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده على وشك إعلان مبادرة حيال الأزمة في سوريا. نقلت وكالة إيتار تاس عن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قوله إن الرئيس السوري أكد له أنه ملتزم بوقف العنف من جميع الأطراف في سوريا، وأنه على استعداد للحوار مع كل القوى السياسية، وأنه يريد مواصلة مهمة الجامعة العربية وتوسيعها. وقد وصل وزير خارجية الروسي برفقة رئيس الاستخبارات الروسي إلى دمشق، حيث عقدا لقاء مع الرئيس السوري. وقد استقبل لافروف حشد من أنصار الأسد الذين هتفوا لروسيا بعد استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد المبادرة العربية لحل الأزمة السورية. وكان ناشطون قد أشاروا إلى أن عدد قتلى سوريا خلال يومين تجاوز 144 شخصا، منهم 107 على الأقل قتلوا في منطقة حمص وحدها. وقد جدد الجيش السوري النظامي قصفه لأحياء في مدينة حمص اليوم، وتحدث ناشطون عن إصابات في صفوف المدنيين ودمار في عدد من المنازل.